ازيكم يا بنات؟ النهارده جايبه لكم طريقه الجيبه القفازيه اللي هي الايد والرجل بالطريقه الاولى. اول حاجه انا هشتغل على عرض القماش. هقسم القماش على نصين، يعني العرض بتاعي بيبقى 150، فانا هقسمه على نصين هيبقى 75 و75. وطبعا الطول تبع ما انت عايزه. وهحتاج بس دوران الوسط، ودوران الوسط هقسمه على 4، يعني لو 80 هقسمه على 4 يطلع لي 20. بعد كده هحط الربع بتاع دوران الوسط فوق، وهزود 10 سنتي، ما انساش ال10 سنتي. وتحت برضو هحطهم بالعكس كده، هحط ال20 سنتي واحط عليهم 10 سنتي. وهبدأ ان انا اوصل النقطة دي بالنقطة دي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هقص الخط ده وابدأ ان انا افصل الورقة عن بعضها. هبدأ ان انا اقيس الطول هنا، واخلي الطول زيه في الجهة اللي هي جاية بميلان، اللي هي الناحية التانية اللي احنا قصينا منها. والزيادة ان انا هبتدي اقصه بكيرف كده، ان هي على ما فيش، يعني انا هقص زيادة على ما فيش، مثلا طلعت 1 سنتي 2 سنتي تبع ما هي كده. اولا عشان ما يطلعش فيها الزيادات وتبقى شكلها مش حلو، وثانيا عشان ما تبقاش مجنحة فتلف معاكي بدوران عادي، فهنقص كده بالطريقة دي. الشكل الخلفي للجيبة اللي مش هيتركب فيه ولا سوست ولا زراير ولا اي حاجة. الجزء الامامي لو هو هيتركب فيه الزراير والحاجة، لو انت حابة ان انت تعكسيها وتخلي ورا المرد وان انت تركبي فيه سوست او حاجة، ينفع برضو عادي، مفيش اي حاجة. وزي ما عملنا في الخلف هنعمل في الامام. وده كده هيبقى شكلها معايا بعد ما احطهم على بعض. زي ما عملت على الورقة هبدأ احط الربع الدوران ومعاهم على 10 سنتي فوق وتحت، وابدأ ان انا اوصلهم ببعض. بعد كده هقصهم كده عادي بسهولة جدا. طبعا الافضل ان انتوا بتستخدموا، انا بستخدم على قماش ستان، يعني بواقي قماش عندي، فده طبعا بنستخدم فيه تبع الخامة اللي انت حباها، كريب، ليجن، جبردين، عايزة تعمليها بخامة تانية برضو براحتك، خاماته كتير اوي القصة دي. بنحط الزيادات اللي تحت وبنبتدي ان احنا نقص على ما فيش، طبعا عشان الجيبة تطلع معانا شبه ان هي مدورة، ما تبقاش مجنحة ولا طويلة. بنعمل خط خياطة خفيف ونبتدي ان احنا نكشكشه. لو مش عارفين بيتعمل ازاي اكتبولي وانا اعلمكم ازاي بيتعمل. بيبقى غرزة واسعة عادي بنعملها على المكنة، او ممكن اوريكم الطريقة بتاعته. هبتدي ان انا اجيب لون تاني عشان اعمل المرد، عشان اوريكم بيتعمل ازاي. المرد بقى بيبقى طبعا ما انت عايزاه، ممكن تعمليه 7 سنتي 8 سنتي وبتقسميهم نصين، وممكن تحطي فازلين في الطبقة اللي انت تعملي فيها العراوي. وهنبتدي ان احنا نحطه كده الوش على، بعد ما تنيناه بنحط كده الوش على الوش كده، وبنبتدي ان احنا نخيطه. طبعا انا بعمله لكم بدبابيس، انتوا تعملوه بقى طبعا على المكنه. وطبعا بعد ما بتخيطيه بتبتدي ان انتي تعدليه بقى، يعني هو كده في الظهر يعني يعتبر كده خلاص، تبتدي تقلبيه تعدليه بقى. اهو ده شكله يا بنات بعد ما عملته خيطته، المفروض بيطلع بالشكل ده. وهبدأ ان انا اعمل المرد التاني اللي قصاده. الناحية اللي هتبقى فيها زراير انت بتبتدي تعلمي مكان كل زرار، وتسيبي بقى مثلا مسافة 3 سنتي. طبعا ما انت بتحبي تسيبي المسافة قد ايه بينها وبين الزرار، عشان لما الراجل يجي يعملولك بالمكبس بتاع الزراير، او انت لو هتعمليه لو عندك المكبس بتاع الزراير. هبدأ بقى ان انا اركب القمر. عرضه زي ما انت عايزة، لو عايزاه 9 سنتي فبنعمله 18 عشان يبقى 9 و9، وسيبي 2 سنتي خياطة يبقى كده 20. وبتسيبي 1 سنتي على الطرف من هنا ومن هنا عشان يبقى ماشي مع المرد، عشان هوريكم بيتقلب ازاي. خيط الطرف من تحت كده في الطرف بتاع الجيبه زي ما انتم شايفين، خيطته كده. وهبدأ بقى ان انا اتنيه نصين زي ما انتم شايفين، هتنيه كده. وهبدأ الاول ان انا خيط السنتي اللي انا قلت لكم سيبوه في الاول، بخيطه على المكنه وبعدين بقلبه
بس قبل ما بقلبه بروح قصه في حته زياده. زي ما انتوا شايفين بصوا انا قلبتها، بقص الحته بقى الزياده دي كده بالمقص، وببتدي ان انا ارجعها تاني بره كده واعدلها، وهبدا بقى ان انا اتني الطرف كده من تحت واخيطه تاني كده لجوه عشان يبقى تشطيبك طبعا نضيف. يبقى شكل الجيبه النهائي. اكتبولي في الكومنت لو اي حاجه وقفت قدامكم.